اختتمت في محافظة بابل الدورة التدريبية الأولى لمدربي ولاعبي الباركور التي شارك فيها أكثر من 25 لاعبا ومدربا بهذه اللعبة. بالتعاون مع اللجنة الأولمبية في محافظة بابل، لجنة الباركور المركزية في المحافظة ولأول مرة تقيم دورة لمدربي ولاعبي الباركور لحداثة إنشائها. هذه الدورة بمشاركة أكثر من 25 مدربا ولاعبا ضمن نشاط ومنهاج اتحاد الباركور بالعراق واتحاد غرب آسيا بإشراف غرب آسيا. حضرنا إلى محافظة بابل حيث قام محافظة بابل فرع بابل للعبة الباركور المواهب دورة تدريبية أساسية بمشاركة عدد من اللاعبين والمدربين ما يقارب تقريبا 20 لاعب إلى 20 مدرب. الدورة امتياز شرح وتطبيق، واحنا جاي يعني نطلع انتاج بالالعاب، وايضا معتمدين اي انديه ومدربين مميزين على مستوى العراق وليس بابل. انتشار لعبة الباركور دوليا وعربيا كان حافزا للرياضيين في العراق وبابل لتكثيف الدورات الخاصة بهذه اللعبة. الدورة تخص بابل، اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فرع بابل. طبعا هاي الدورة استفادينا احنا منها كمدربين اولا، فادتنا. راح تتفرع هاي الرياضة ببابل اول شيء وراح تنتشر. صراحة لعبة الباركور من اللعبات الحديثة المستحدثة على مستوى العراق، مطروقة في الوطن العربي، مطروقة عالميا، ولكن ممارستها على مستوى العراق كانت ممارسة ضعيفة. وإن شاء الله بجهود الشخصيات الرياضية في محافظة بابل مستمرين في تطوير هذه اللعبة. طاقات مميزة أظهرتها هذه الدورة مكنت القائمين عليها من منح المتدربين شهادة تدريبية أولية لكي يسمح لهم بممارسة عمل التدريب ولجميع الفئات العمرية. من بابل، إيمان محمد، العراقية الإخبارية.